قال ابن عروس: لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم. قبل ثورة يناير كنا بنقول أهو كلام، هو فين اليوم الأبيض اللي على كل مظلوم، وفين اليوم الأسود اللي على كل ظالم اللي مش باين إنه هيجي؟ وقد جاء هذا اليوم. لا زالت هناك أيام سوداء كثيرة على كل ظالم، وإن شاء الله هناك أيام بيضاء عديدة على كل مظلوم. لكن في يوم اسود على ظالم وأبيض على مظلوم جاء ورأيناه. المظلوم كان الفريق سعد الدين الشاذلي، والظالم كان حسني مبارك الرئيس المخلوع. سعد الدين الشاذلي بطل حرب أكتوبر الذي تم تهميشه وشالوا صورته من عملوا اللي هو منهج الفوتوشوب، شالوا صورته من صورة حرب أكتوبر، والذي نكل به السادات ثم واصل التنكيل به حسني مبارك، ونفي عن وطنه وسجن وصودرت حريته واتظلم سنينا طويلة. يشاء السميع العليم العدل الذي اختص نفسه بالعدل أن يرحل سعد الدين الشاذلي عن الدنيا في نفس يوم خلع حسني مبارك عن الحكم. هو للأسف لحالته الصحية لم يعلم بذلك، ولكن إن شاء الله أن يكون هذا المعنى مهما للناس، وأن يأتي خلع حسني مبارك في نفس الأسبوع الذي غرقت فيه العبارة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الناس بأنه لا تيأسوا من عدل الله. لكن صحيح أن الأسبوع الماضي حمل لنا أخبارا سارة عن سعد الدين الشاذلي، حيث قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري العظيم أن يرد الاعتبار له ويعيد نجمة سينا، نجمة الشرف التي كانت قد سحبت منه، وأن يكرمه ويكرم أسرته. وتم تكريمه في نقابة الصحفيين في ندوة مهمة كانت يوم الأربعاء الماضي دعا إليها المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الذي يأتي أيضا من مدرسة القوات المسلحة. وبدأت الناس تتحدث عن سعد الشاذلي، وبدأت الأجيال الجديدة تتعرف على سعد الدين الشاذلي. ولكن هناك تكريم مهم لا زال يستحق الكثير، ولكن فيما يخص الكتب هناك تكريم مهم يتعلق بمذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي. هذه المذكرات المغضوب عليها التي منعت والتي حكم بسببها واتهم بأنه يفشي أسرار عسكرية، ودافع عن نفسه في مقدمة الكتاب دفاعا رائعا. طبعا هتقولوا لي أنت قريت الكتاب إزاي؟ أقول لكم العالم كله قرأ على الإنترنت، لأنه منذ أن ظهر الإنترنت أصبحت فكرة المنع فكرة مضحكة. انظروا إلى عدد المرات التي تم تحميل فيها كتاب أو مذكرات الفريق الشاذلي عبر عشرات بل مئات المواقع العربية والمصرية، لتعرفوا أن فكرة المنع فكرة سخيفة ومضحكة. ما أحوجنا الآن إلى أن نرد الاعتبار لمذكرات الفريق الشاذلي. كان الفريق الشاذلي في مقدمة كتابه اللي مكتوب بأسلوب رائع وبديع بيدافع عن نفسه أنه لم يفشي أسرارا عسكرية، لأن الأسرار العسكرية هي التي يستفيد منها العدو، ولكنه تحدث عن إخفاقات حدثت في حرب أكتوبر بسبب أشياء يعرفها العدو، ووجد أن حكاية هذه المذكرات للحقيقة وللتاريخ أمر مهم جدا. الحقيقة المذكرات فيها تفاصيل إنسانية رهيبة. يمكن توقفت عند فكرة أنه فريق الشاذلي هو قاعد بيتفرج في فبراير 74 على مشهد في التلفزيون تكريم أبطال حرب أكتوبر، والسادات بيديهم نياشين وأوسمة ما عدا سعد الشاذلي، وأظن برضو اللواء سعد مأمون وثلاث أسماء. كان اللواء سعد مأمون قال للشاذلي أنه لو السادات ظل في الحكم في رؤوس هتطير، منها 3 رؤوس رأسي ورأسك. فمرات الفريق الشاذلي أغلقت التلفزيون وقالت له أنت بتتفرج على إيه؟ دي مسرحية. فقال لها دي مسرحية، بس بكرة الأجيال هتعرف الحقيقة. آن الأوان أن الأجيال تعرف الحقيقة وتشوف الصورة اللي رسمها سعد الشاذلي اللي فيها بطولات مذهلة، لما بيتكلم حوالين فكرة الوحدة المصير والشعور بين مصر وسوريا، وإزاي أن في ضابط سوري عرض فكرة لوصول لعبور القناة، وراجل مصري عايش بره كان بيشك في أنه جاسوس، ثم اتضح أنه راجل وطني عرض فكرة. الحقيقة أشياء مذهلة وتفاصيل إنسانية. ويمكن في تفصيلة حتى عن الرئيس المخلوع مبارك. انتوا حضراتكم عارفين أنه كان أقصى أحلام مبارك أنه هو يبقى سفير في لندن، وقال أنه لما السادات استدعاه عشان يبقى نائب كان فاكر أنه هو يبقى محافظ، و
تخيل انه حلمه انه يبقى سفير في لندن، على حد تعبيره انها بلد الاكسلانسات. فبيحكي سعد الشاذلي الله يرحمه انه السادات بعت مبارك للشاذلي عشان يبلغوا قرار اقالته من رئيس اركان حرب القوات المسلحه وتعيينه سفيرا في لندن. فمبارك بيقنع الشاذلي وبيقول له انت عايز ايه يعني؟ ده ارفع منصب، اكبر حاجه يحلم بها الانسان انه يبقى سفير في لندن، فانت يعني المفروض ما تزعلش. فسمعوا كلمتين بايخين لدرجه انه لما السادات سال مبارك، الشاذلي قال لك ايه؟ ما رضيش يقول له. فاضطر السادات ان يستدعي الشاذلي بنفسه وقال له انت خوفت مبارك في ايه؟ طبعا الشاذلي بيكتب هذا الكلام في السبعينات، ما كانش لسه مبارك بقى رئيس. والحقيقه الكتاب فيه تفاصيل ومعلومات كثيره لو قعدنا نتكلم عنها مش هنخلص، ولذلك اتمنى انه هذا الكتاب يسمح بنشره. وأنا شخصيا أتمنى من القوات المسلحة أن هي نفسها اللي تعيد طبع هذا الكتاب. إذا كان في هذا الكتاب أشياء ترى القوات المسلحة أنها غير صحيحة أو أن فيها مبالغات أو أن فيها مغالطات، فنريد أن نرى الأسلوب العلمي المتحضر أنه يتم نشر الكتاب ويتم نشر مقدمات ترد عليه أو دراسات ملحقة به تقول للناس أسرار جديدة. ده بيخلينا نفتح ملف مهم، أنه آن الأوان لأن نرى لجنة كتابة تاريخ حرب أكتوبر، آن الأوان لأن نرى أعمال درامية عظيمة عن حرب أكتوبر تضع الأمور في نصابها ولا تختزل هذه الحرب في الضربة الجوية، وإنما تقدم البطولة الحقيقية للمقاتل المصري في كل الأسلحة، وأن تعرف الأجيال الجديدة الحجم الحقيقي للضربة الجوية التي لن ينساها التاريخ لحسني مبارك ولن ينسى دوره في حرب أكتوبر. وهذا حقه الذي لا نمن به عليه، وإنما كنا نتمنى طيلة الوقت أن يحكم مصر بروح المقاتل المصري وليس بالروح اللي هي بتاعة البزنس التي دخلت بعد كده أو بروح المستبد بالرأي. نحن الآن نريد للأجيال الجديدة أن تعرف التاريخ الحقيقي لحرب أكتوبر. نريد أن نفتح ملف لجنة كتابة تاريخ يوليو الذي أغلق في عهد السادات وفي عهد مبارك. باختصار شديد نريد للأجيال الجديدة أن تعرف تاريخها، ونثق أن القوات المسلحة تدرك أهمية ده، وأن ده مش منفصل إطلاقا عن إصلاح أحوال المصريين، لأن من لا يعرف تاريخه لا يمتلك مستقبله. أهلا بحضراتكم في عصير الكتب. ولابد عن يوم محكوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محكوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ولابد عن يوم محكوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محكوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. مواطن عام عادي، جندي محترف، لا يطمح في شيء إلا أن يخدم بلده ووطنه. أبتعد عن الشلل وأبتعد عن الأخطاء، والحمد لله ما حدش منهم استطاع أنه يمسك علي حاجة أبدا تشين تاريخي النظيف، والحمد لله.